تعرف إن في عضلة في رجلك لو العضلة دي بطلت تشتغل دمك نفسه يتأذى، والأغرب إنك تقدر تشغلها وإنت قاعد وتحرق سكر الدم. إحنا بنقعد ساعات في الشغل، على الموبايل، في العربية، على الكنبة، بس جسمك مش معمول للقعدة دي. الدم بينزل رجلك بسهولة، لكن الرجوع لفوق دي معركة ضد الجاذبية. الدم يركن، الرجل تورم، الأوردة تتعب، الصمامات تضعف، ومن هنا تبدأ الدوالي وأحياناً الجلطات الصامتة. وانت فاكر انك بس محتاج تقوم تتمشى شوية. هنا بقى بيطلع البطل اللي محدش واخد باله منه، عضلات السمانة. العلم نفسه مسميها القلب التاني. كل مرة العضلة دي تشد تعصر الأوردة اللي في رجلك وتزق الدم لفوق غصب عنه، عكس الجاذبية. سمانة شغالة يبقى الدم ماشي تمام. بس المفاجأة الكبيرة مش هنا بقى. جوه السمانة في عضلة اسمها سوليوس. العضلة دي معمول حسابها تفضل شغالة بالساعات وما تتعبش. والأبحاث الحديثة اكتشفت إن لما تشغلها وانت قاعد بتسحب سكر الدم، تزود الحرق، وبتحسن استجابة الجسم للإنسولين من غير ما تروح الجيم ومن غير نقطة عرق واحدة. اسم الحركة دي سوليوس بوش أب. الطريقة بسيطة، اقعد، ثبت صوابعك في الأرض، ارفع كعبك لفوق ونزله على مهلك. كرر الحركة دي وانت قاعد. انت كده عملت حاجتين خطيرين، شغلت القلب التاني وساعدت جسمك يحرق السكر. لو بتقعد كتير، لو عندك سكر، لو رجلك بتورم، لو خايف على قلبك، الحركة دي كنز حرفياً. دلوقتي بقى انت عرفت إن في عضلة في رجلك لو العضلة دي اشتغلت صح تحمي دمك كله. واللي لسه قاعد مطفيها هيفضل يسأل ليه القعدة بتأذيني؟